الاستاذ حمد الصنيع والدكتور عبد الرزاق ابو داوود كابتن النادي الاهلي، وان شاء الله نبارك له بعد المباراه بالفوز ان شاء الله. بالنسبه للجمهور، فهذا جمهور الاهلي دائما عودنا من نهايه الموسم اللي فات واقف مع فريقه، واليوم ان شاء الله ان ما نخيب. بطولة كأس الملك الموسم الماضي غيرت الأجواء كليا في النادي الأهلي وجماهيريا. بالطبع انت لما تحقق بطوله يعني من بعد 4 سنوات تغير شيء كثير في النادي. بصراحه كانت البطوله مهمه والحمد لله ان حصلنا عليها العام الماضي، وباذن الله لا نتوقف عند هذه البطوله. باذن الله انه الفريق والناس اللي في النادي سواء اعضاء شرف او جماهير ساعين باذن الله، ولاعيبه ساعين ان شاء الله لاسعاد كل اهلاوي. وباذن الله ان شاء الله نحاول باذن الله ان الله يوفقنا ونحقق بطوله هذا الموسم ان شاء الله. تحضيركم للقاء النصر اليوم مختلف عن لقاء الانصار، في توصيات خاصه، في تحضيرات، في طقوس خاصه في اللقاءات الكبيره بالنسبه لكم داخل النادي الاهلي؟ والله ما اكذب عليك، يعني انه في اهتمام كبير. يعني المباراه مباراه كان مباراه مع احد الانديه الكبيره، وصراحه كان في استعداد جيد لها، وفي وقوف شرفي ومن اعضاء الشرف ومن الجماهير. وزي ما انت شايف الجماهير جايين من وقت مبكر اليوم نساند الفريق. ان شاء الله نحقق نتيجه جيده باذن الله. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لتواجدك مع استاذ عبد الله. شكرا استاذ، شكرا حبيبي. نشكر استاذ عبد الله القرني المنسق الاعلامي. زميلنا رجال الله، بس نذكر في ابو